ليه ربنا بيبتليك وانت قريب منه؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ ليه كل ما أقرب من ربنا أحس إن الاختبارات بتزيد؟ أصلي، أقرأ قرآن، أحاول أبعد عن الغلط، وفجأة مشاكل ورا مشاكل. طب ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي معلومة دينية نذكر بيها بعض. قال الله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لمجرد إنك قلت آمنت خلاص تمشي من غير اختبار. الابتلاء مش دليل رفض، أحيانا دليل اختيار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يعني كل اختبار بتعدي منه بصبر بيرفعك درجة. كل دمعة صبر بتتكتب لك. كل مرة تقول الحمد لله وانت موجوع، دي عند ربنا كبيرة قوي. سيدنا أيوب عليه السلام فضل سنين في المرض، يوم ولا اتنين، سنين، ومع ذلك ما قالش غير إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في فرق بين واحد بيعبد ربنا وقت الراحة وواحد ثابت وقت الضيق. التاني ده إيمانه حقيقي. فلو حياتك صعبة وأنت قريب من ربنا ما تفتكرش إنك متساب. يمكن ربنا بيجهزك لدرجة أعلى.